وندخل بقى على اقوى عرض في حلقه النهارده، عرض الخصم 50% من الدوكش. كنت جربت من عندهم قبل كده عرض جامد على تشاوميني، هسيب لكم لينك الحلقه تحت ان شاء الله في صندوق الوصف. عندهم 4 برجرات داخل الخصم ده، من اول 150 جرام و200 جرام و300 جرام و400 جرام. ادي شكل الاربع علب كده زي ما انتم شايفين. نجربهم واحد واحد. بسم الله. العيش بسم الله ما شاء الله حلو، وشكله باين عليه ان هو فريش وحلو وجميل. شكل البرجر من جوه طماطميه واحده صغيره، في بقى الصوص اللي هو صوص بيك تيستي، وقطعه البرجر اهي. فين البيكلز؟ هو المفروض كاتب فيه بيكلز، والمفروض فيه بصل. يعني انا شايف البرجر ما فيش فيه بصل، وخاص حاجه بسيطه بس ريحته حلوه. ادي البرجر كده من جوه زي ما انتم شايفين. لا تصدق فيه بصل، حلقه بصل واحده بس هي دي البصل اللي فيه. هو ممكن بقى عشان عرض مقللين الكميه خالص كده، ما علينا. عشان طبعا الحاجات دي لازم تتاكل سخنه. هناخده برده سخنه في الميكروويف. سخنت البرجر والريحه طلعت. شكل البرجر كده زي ما انتم شايفين. المفروض ده فيه لحمه وخاصه طماطم وبصل، وزي ما انتم شفتوا طماطم وبصل صغيرين خالص، وصوص بيك تيستي والتشاوميني. بسم الله وندوق. طعمه جميل قوي بصراحه، طعمه خطير. الحاجه الوحيده بس اللي تؤخذ عليهم ان الطماطم حبه صغيرين والبصل حبه صغيرين، ومفيش بيكلز. ان شاء الله باذن الله التانيين يكون فيهم بيكلز، وتكون دي غلطه مطبعيه وعدت يعني ان شاء الله. ندوق بقى التشاوميني، مع اني جربته قبل كده وكان طعمه خطير، بس نجربه تاني. بسم الله. مخطط على التشاوميني خطيره. يبقى كده اول برجر معانا العمده، طعمه حلو وجميل. الحاجه الوحيده اللي تؤخذ عليه ان ما فيهوش بيكلز، وان الطماطم والبصل حبه صغيرين. وهنفتح بقى تاني برجر. بسم الله. العيش بسم الله ما شاء الله برده حلو وجميل. هنا الطماطميه كبيره، دي حته البصل اللي محطوطه شايفينها، مفيش خيار مخلل. المفروض ده يكون مختلف عن الثاني. انا شايف ده لغايه دلوقتي مفيش فرق ما بينه وما بين الثاني. طيب نفتح واحد ثاني، ربنا يستر ما يكونش حاطين كلهم نفس الحاجه. انا قايل له عايز الاربع انواع برجر، مش كلهم نفس الحاجه. بسم الله. هنا من تحت برده ادي البرجر والطماطم، وبرده حلقه بصل صغيره خالص، وتقريبا حطهم كلهم زي بعض. انا مش شايف في فرق ما بينهم. هشوف الرابع، لو لقيته زيهم هو كمان يبقى هو كده عملهم كلهم نفس النوع. هبقى اتصل عليه بقى واشوف ايه الموضوع. انا كده استفدت ايه انا بقى؟ زي ما انتم شايفين برده هنا مفيش خيار مخلل، دي قطعه البصل الوحيده، فدي غلطه من عنده بقى. فكده بصراحه خايش مننا العرض ده اكتر واحد كنت متحمس له. هفتح واحد من دول اجربه، لو لقيت طعمه زي اول واحد يبقى كده هم فعلا كلهم زي بعض. لو لقيت طعمه مختلف يبقى هم اللي شكلهم زي بعض لكن الطعم مختلف. كان اكتر عرض متحمس له ده، واكتر حاجه كان نفسي اجربها هي دي. هو بالظبط نفس الاولاني. اسخن دول بقى واجي ادوق، وان شاء الله باذن الله يكون في فرق. يعني انا لحد حالا بدي امل، مش عايز ادي حكم نهائي، فان شاء الله باذن الله يكون طعمه مختلف ويكون برجر مختلف ان شاء الله. وسخنت البرجر وجيت دوب كان بسم الله. هو البرجر نفسه طعمه حلو، نفس البرجر هو بالظبط، مفيش فيه اي اختلاف، فخير متعوضه مره ثانيه ان شاء الله. خساره طعم البرجر وحلاوه البرجر ان في الاخر الحلقه تبوظ كده. كان طعم البرجر حلو، فكان نفسي تكمل للاخر والله بصراحه. بس الشاوميني بتاعهم ملوش دعوه بالبرجر، الشاوميني بتاعهم حاجه خطيره ودمار دمار دمار. اتواصلت معاهم وقلت لهم المشكله، قال لي ماشي وهنرد عليك ان شاء الله، لكن فات لغايه دلوقتي حوالي اسبوع ومحدش رد عليا. فقلت مش هاخر الفيديو اكتر من كده عشان ما اظلمش معايا وان واي وكبسه سعودي، وقلت هنزل الفيديو فان شاء الله باذن الله مره ثانيه هبقى اجربهم واديهم فرصه ثانيه. صلي على محمد، 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 صلي على محمد.